الكريم رئيس الوزراء هو من اجى استاذ؟ ما يقدر. انت منتقم، تبي تدخل جرف الصخر، لو تمشي على راسك ما تدخل. انا رجل بالمقاومه، استطيع ان ادخل اينما اريد. اي مقاومه انت؟ مقاومه، انا رجل في الجيش العراقي ونفس اللحظه في المقاومه الشريفه. في الجيش ولا في الحشد؟ في الجيش ولا في الحشد؟ الجيش هو كذلك تابع الى رئاسه الوزراء. من هو قائد الحشد ومن هو قائد الجيش؟ قائد الحشد المحمداوي، وهو نحن تحت ممتاز. وقائد الجيش من هو؟ قائد الجيش رئيس اركان الجيش. من هو؟ يار الله. يار الله. نعم. طيب بس لكن يا الله انت رايت لحظه انت تعطيني دوله في العالم. اسمع ركز معي. ابيك تعطيني دوله في العالم عندها حشد وعندها جيش. تمام. اعطيك انا مثال موجود حاليا. جمهورية الاسلام عندها جيش ايراني وعندها حرس ثوري، كذلك رئيس اركان الجيش العراقي حينما استلم انتوا ايران على نفس النهج. بدون شك. اذا كان هذه المقاومه تحمي بلدي وهي تدعم بلدي وتحافظ على يعني الجيش الحالة مو كفو يحمي البلد. لا، مو قصد مو كفو، بانما انت تجيب الباكستان افضل ما اجيب انا. طيب امريكي ولا من اللي دول عراقيين. من اللي اسس الحشد الشعبي؟ السيد علي السيستاني هو الدام ظله اللي اعطى الفتوى. ايش الفتوى تقول؟ فتوى الجهاد الكفائي. ايش قال؟ قال من يستطيع ان ينضم الى القوات الامنيه فلينضم. من يستطيع. ممتاز. هو جهاز كفائي. ممتاز. من استطاع منكم ان يحمل السلاح. انا لا اعدل لك الفتوى. من استطاع منكم ان يحمل. اسمع انا اعدل لك الفتوى. بعدل لك الفتوى. السيد علي السيستاني قدس الله سره. السيد علي السيستاني ايش قال؟ قال من استطاع منكم حمل السلاح فليدافع عن العراق. صحيح؟ طيب هذول اللي حملت السلاح ليش ما انضموا للجيش؟ انضموا الى قوه امنيه استاذ الكريم. اسمح لي. اللي هي مين؟ مجلس هيئه الحشد تابعه لرئاسه الوزراء بقانون. من اللي امر بتشكيل الحشد؟ السيد رئيس الوزراء. اللي هو مين؟ نور كامل المالكي. ممتاز جدا. من اللي اقام على تاسيس هذا الحشد؟ هم شخصين. المهندس والسيد قاسم سليمان. قاسم سليماني ايراني. شكو ياسس عندك حشد؟ دعم لوجستي استاذ، يحتاج الى الدعم. يا اخي هذا تدخل. اسمع هذا تدخل سافر في العراق. هذا قاسم سليماني. باكستان نرفضه. تدخل باكستان استاذ. ليش حلال عليك حرام عليك؟ لحظه منتقم. ما تنقز البلوف. لحظه. الان انت تقول لي قاسم سليماني وهذا ايراني تدخل في تاسيس مجموعه سواء كان حشد ولا غيره. هل هذا خطا وتدخل سافر في دوله ذات سياده ولا لا؟ استاذ الكريم، هناك مستشارين في العراق في التحالف الدولي. حينما طلب العراق من التحالف الدولي، هناك مستشارين اتوا من بريطانيا، اتوا من التحالف. من هم اللي اتوا من بريطانيا؟ من هم؟ نعم من اللي جاك؟ انت الان عشان تاسيس هذا انت شوف انت وسعت الدائره. الحين قاسم سليماني بعدين قلت بريطانيا، يعني في بريطانيين وفي امريكان صح؟ لا التحالف الدولي مستشار مثل ما السعوديه تطلب مستشارين. هذا مو تحالف دولي. تاسيس الحشد الشعبي ما هو تحالف دولي. هذا اعطيك الفكره. هذا يا منتقم. تاسيس الحشد هذا شأن داخلي في العراق. صح ولا انا غلطان؟ تاسيس بس، لكن استشاره. سيدي الفاضل انا الان باسس قوه في السعوديه. هذه تعتبر امر وشأن داخلي ولا لا؟ تدخل. ليس تدخل يا اخي سؤالي واضح. لو انا في السعوديه باسس مجموعه قوه عسكريه، هل هذا شأني الداخلي ولا لا؟ نعم شأنك الداخلي هذا. طيب انت ليش تجيب واحد من ايران؟ استاذي مستشار. اي مستشار؟ هذا قائد الحرس الثوري في ايران. شو مستشاره؟ استاذ الكريم هذا مستشار. عنده مستشارين كانوا امريكان استاذ. يعني الموضوع خليك معي منتقم خليك معي. يعني شنو استاذ؟ هل هم هذه القوه اسمح لي، هل هذه القوه تابعه الى ايران؟ هل هناك ايراني قائد؟ هل هناك مقاتل ايراني واحد في العراق؟ عكس السعوديه يوجد فيها الباكستاني. انا ما طلبت واحد عجمي يا اخي منتقم عني. انا رجل منتقم. اسمعني اسمع الكلام. اسمع. هذه القوه تابعه العراق. هذا الايراني شكو يتدخل فيها.
طيب خليك معنا، خلنا نستقبل اخونا سبحان الله. شلون اسمك سبحان الله؟ ما يصير الاسم هذا غلط. يعني اذا شخص اسمه نور يعني هذا غلط. منتقم. بننقل المايك، اهدى شوي. سبحان الله اسمك غلط. لا انا السلام عليكم اول حاجه. وعليكم السلام. الاسم انا بسال يعني الاسم هذا ما يجوز. لا انا حطيت الاسم هذا بس عشان الناس لما تقرا هذا يكون ذكر. اي بس كيف ينادونك؟ كيف ينادونك؟ انا ترى على فكره اول مره في حياتي ادخل قست مع احد. ترى انا بعطيك نصيحه تاخذ، غير الاسم، اكتب مثلا علي وبعدين بين قوسين سبحان الله وبحمده. ممتاز. لانه كذا ينادونك بالاسم هذا غلط. طيب تفضل يا حبيبي قول. بقول مداخلتي اول حاجه، انا تابعك من مده صراحه وعلى صوت تام، واول مره ادخل معك بقست وكذا شباب ولا اقطع واردك حبيبي. شباب شوفوا التحذير اللي تحت، شدوا حيلكم شوفوا التحذير. تفضل. شوف من البدايه متناقض، تجي له من اليمين يجيك يسار، يحاول يراوغ يمين يسار يمين يسار. اخر شيء لما حشرته مضبوط، فانا من رايي الشخصي مراوغين بشكل عام ما يجيك مباشره. حذر حقين الايرانيين وللاسف العراقيين عندهم نظام اللي هو التقيه، يجي كذا قال لك بحب ونحن والله لو يتمكنون مننا ما يبقون فينا شعره، ولكن يهبون يخسون هم، وترى والمسيحيين حتى هم عندهم هذا النمط. عموما هذه مداخلتي والسلام عليكم. شكرا لك يا حبيبي، شرفتني. الله يحييك. الله هذا انا اغيره ان شاء الله، وشكرا. الله يحييك، بس حطها بين قوسين وحط اسمك قبلها. جزاك الله خير. لا انت شكرا. طيب خلينا نسمع ابو فهد. حياك الله ابو فهد فوق. بجيك يا مقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ابو زايد ممكن طلب؟ تفضل. ممكن ابوس خشمك وراسك؟ تم طال بس الله هذا طلب. انت لسان كل سعودي شريف. الله يعزك. انت لسان كل سعودي شريف. جزاك الله خير. والله لو انت عندي لا اسل ابوس خشمك وراسك. اجيك. انت وينك؟ مرحبا. مليون وينك؟ البقى وينك؟ انا في جده. انا عندي روحات جده مستمره عمل، فبمرك. جعلت رحم ملايين. الله يعزك ويرفع قدرك. عين غطاء وعين فلاش. الله يرفع قدرك ويعزك. بس ترى على فكره انا ماني بضيف مخسر، انا ما احب اروح لا تقول ذبيحه وكذا. واجبي دعواك لي في ظهر الغيب فقط. شوف انا ان شاء الله باذن الله الليل اخر الليل طالع مكه عمره، وباذن الله لك دعوه من داخل قلبي امام الكعبه المشرفه. والله اني ادور هذه، انا اقسم بالله. والله انا ادعي لك، يشهد الله يا اول البارح واليوم. انا شفت الفيديو اللي انت تتكلم عنه. اي واحد، هي الفيديوهات واجد، اي واحد فيهم. لا اللي يسب في مكه وفي محمد ابراهيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ايه. فانا ما ادري ايش اقول لك. انا عندي كلام كثير لك شخصيا انت. الله يجزاك خير. انت تتكلم بلسان كل سعودي. الله يعزكم. بالعكس انا اقلكم شأنا والله. لا والله انت على راسي وعلى عيني ويشهد الله. وانت انت عقال يوضع فوق الراس يا الله يعزك. الله يعزك ابو زايد. تحياتي لك. فديت قلبك وتسلم. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. لا انت حبيبي، شكرا. وجهك يا حبيبي، تسلم. اخوي علي من الكويت، يا هلا وغلا. طول عمرك ابو زايد، يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا بس حبيت اصعد، مستمتع بيك وبضيوفك. انا عندك يوم بيض، انا عندك تشقحني ليش؟ يمون عليك يا ابو. هذا يشقحني ليش؟ يشقحني يمون عليك. يوم بيض عندك. نمون عليك وابو زايد يمون علينا وعليك. يلا سامحت. شكرا لك مسامحك. خلاص سامحت ما دام انه علي وكويتي. سامحت. خلاص حبتي على خشمك بعد يا ابو زايد. بس انا حبيت ادخل سالفه لما يقال المنتقم شو اسمه، يقال المحيسني وانه تكلم وكذا وفسرت له انت ان هذا شأن دول، والدول تتصرف بالامر هذا، مش دخلنا احنا. الشيء الثاني